تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج والتجاري بنك تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي وبحضور عدد من إطارات الوزارة والديوان وممثلي البنك. تجاري بنك هي ريزو كبير وعندهم تجربة كبيرة وموجودة في العديد من البلدان الأوروبية وين ثم تركيز للتواجد التونسيين بالخارج، ونحن مهمتنا هي تيسير سبل التواصل مع تونس، بما في ذلك مسألة التحويل هي قضية مهمة بالنسبة للتونسيين وقضية مهمة أيضا بالنسبة لتونس وللاقتصاد الوطني. إذا لقينا نحن اتفاق، قال ديوان التونسيين بالخارج قال اتفاق مع تجاري بنك من أجل تسهيل عملية التحويل أولا، وأيضا لكو نتاع التحويل لقينا معناها حاجه ممتازه جدا. كما شفتوا معناها على كل 1000 يورو ياخذ تقريبا يورو ونص، ثم بامكان التونسي انه يقبض هنا في تونس اما باليورو ولا بالعمله اللي اعطاها او بالدينار كما يحب، اضافه الى تيسير كبير في القروض المسنده في الاستثمار وبخاصه في السكن. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقريب الخدمات البنكية ذات الجودة العالية من المواطن التونسي المقيم بالخارج وتقليص تكلفة التحويلات المالية وتشجيع الجالية التونسية بالخارج على الاستثمار في وطنهم، وذلك من خلال تمكينهم من العديد من الامتيازات. 4 مليار دينار تقريبا سنويا هي حجم التحويلات بصفة عامة للتونسيين المقيمين في الخارج. احنا نحب نرشد أكثر التحويلات هذه، طبيعي أنها تكون موجهة أساسا للاستهلاك وللعائلات المتبقية في تونس، ولكن جاء الوقت باش نرشد أكثر ونحسس أكثر حتى تكون نسبة من التحويلات هذه موجهة لمزيد دفع الاستثمار. فما نجموش نطالبوهم بتحويلات إضافية وبمجهود إضافي دون ما نوفر لهم الأرضية الملائمة اللي تتمثل أساسا في الضغط على كلفة التحويلات والتقليص من أجال التحويلات هذه. في الإطار هذا تجي الاتفاقية هذه اللي هي تدخل في إطار رؤية استراتيجية وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية وضعها ديوان التونسي بالخارج للاستفادة من قدرات الجالية عبر هالمؤسسات البنكية والمالية. الاتفاقية الفحوى نتاعها هي تسهيل les transferts des résidents tunisiens à l'étranger en s'appuyant sur tout le dispositif de Tijari Bank. تجاري بنك اليوم عندها شبكة فروع طبيعة الحال في تونس، ولكن عندها شبكة فروع وعندها des partenariats également à l'étranger qui lui permettent d'établir un contact sur les 12 mois avec le Tunisien à l'étranger, de lui prodiguer le contact quand il est de retour dans le pays, mais également quand il est dans les pays d'accueil. L'idée derrière, c'est de faire en sorte de développer les transferts des Tunisiens en faveur de l'économie nationale, qu'ils soient des transferts réguliers sous forme d'aide familiale, sous forme d'épargne. هذا وأشار وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي إلى أن إمضاء هذه الاتفاقية يندرج في إطار مزيد تحسين وتقريب الخدمات وتيسير اندماج هذه الفئة سواء في بلدان الإقامة أو عند عودتهم إلى أرض الوطن.